السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ انا معاكم اسماء سويبي من قناتي قناة مامة التوينز. هنقدم مع بعض وصفات واكلات ان شاء الله باذن الله هتعجبكم، ويا ريت تدعموني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو الفيديو عجبكم يا ريت تكتبوا لي كومنت حلو يسعدني ويفرحني. هنبدأ مع بعض في وصفة النهاردة. هنحول الدهنة معانا لسمنة بلدي. ايوه، هنحول الدهنة فعلا لسمنة بلدي. هنشوف وصفتنا هنعمل فيها ايه ومكوناتها ايه. مكوناتها بسيطة جدا. معانا كيلو من الدهن. دهنة دي دهنة كلاوي. دي دهنة كلاوي، كلاوي بتاعة الجمل. انا رحت اجيب سنام الجمل، رحت اجيب دهنة صنم. انا بستعمل دهنة صنم الجمل. لقيت الكيلو ب100 جنيه. فانا بصراحة كنت عايزة اعمل معاكم اكلة اقتصادية، وصفة اقتصادية عشان توفر معانا في ظل الغلاء اللي احنا فيه. فلقيت التوفير لما نجيب دهنة سنم ب100 جنيه التوفير مش هيبقى كبير. فانا قررت ان انا اجيب دهنة كلاوي، ولقيتها فعلا حلوة جدا وكانت لسه طازة. الجزار كان لسه مشفيها من اللحمة دلوقتي وانا واقفة. لقيتها طازة وشكلها بينك وشكلها حلو قوي. فقررت ان انا اجيب دهنة الكلاوي. جبت كيلو من الدهن. لقيته حلو جدا، شكله اغراني بصراحة. دهن الكلاوي ده بيبقى حلو في ايه بقى؟ بيبقى عبارة عن فصوص زي ما احنا شايفين كده، سهل جدا ان انا اقطعه بايديا. هو عبارة عن فصوص كده جنب بعضها اهو. بصوا، هو اسمه دهن الكلاوي عشان كده بيبقى عبارة عن فصوص دهن جنب بعضها كده، وبيبقى سهل جدا جدا في تقطيعه. وشوفوا لونه كان تحفة ازاي. هو كان طازة بصراحة وكان شكله حلو قوي. فهبدأ اقطعه بقى قطع صغيرة جدا 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 على قد ما اقدر. يعني على قد ما تقدري تصغري قطعة الدهن، لان كل ما تصغري شوف بوريكم شكله حلو ازاي. معانا كان لسه طازة. كل ما تصغري قطعة الدهنة كل ما يديكي نتيجة وينزل معانا كمية دهون اكبر. كده قطعناها قطع صغيرة خالص اهي. وهنبدأ في حلة فاضية معانا ننزلها فيها. حلة فاضية ما فيهاش اي حاجة غير الدهن بتاعنا اللي احنا مقطعينه مع بعض. هنبدأ ننزل في الحلة دي اهو بالكمية كلها، وهنبدأ نحطها على النار عندنا عشان خاطر تبدأ تنزل لي كمية الدهون اللي فيها كلها. هنبدأ أول ما نحط الحلة بتاعتنا على البوتاجاز هنبدأ بنار عالية. ليه نار عالية أول ما نحطها؟ عشان خاطر درجة الحرارة توصل للحلة بسرعة. توصل لدرجة حرارة سخنة، وبعد كده هنوطي النار زي ما احنا شفنا مع بعض. بس اوعي تكملي على نار عالية. لو كملنا على نار عالية ممكن الدهن يتحرق مننا وتمرر معانا وتبقى الوصفة وحشة جدا. فدلوقتي رجعنا لها بعد شوية، بدأت تنزل اهي كمية دهون منها اهي. بنقلبها ايدينا فيها على طول من وقت للتاني. بس لسه برضو معانا ما استوتش. لسه الدهن بتاعنا لسه ابيض زي ما هو، ما تحولش للون اللي احنا عايزينه. ولسه القوام بتاع الدهن اللي نازل منها شبه المية لسه ما تحولش، ما استوتش معانا كده، يبقى هي لسه ما استوتش معانا. فاحنا هنسيبها لعند ما القوام بتاعها يتقل. وكل القشيم ده احنا بنسميه قشيم، قطع الدهن الصغيرة دي بنسميها قشيم. وفي ناس بتسميها عجم، معرفش انتوا بتسموها ايه بصراحة. هي لسه معانا لونها ابيض اهي. لا، احنا مش عايزين المرحلة دي، مش هي دي المرحلة اللي احنا عايزينها. هنسيبه شوية، هنغطي عليه ونسيبه شوية، ومن وقت للتاني هنبدأ نقلب فيه وايدينا فيه باستمرار. اهو بعد شوية رجعنا له تاني لقينا لونه اهو برضو بدأ ياخد لون، بس برضو لسه ما وصلناش للمرحلة اللي احنا عايزينها. هنبدأ برضو ايدينا فيه نقلب فيه برضو. ما نسيبوش عشان ما يتحرقش مننا يا جماعة، وعلى نار هادية زي ما احنا قلنا. على نار هادية، اوعي تستعجلي وتعلي النار عليه عشان خاطر ما يتحرقش منك ويمرر والوصفة تبوظ منك. اتبعي الوصفة زي ما احنا بنقول وان شاء الله بإذن الله هتوصلي لنتيجة مرضية. هنبدأ برضو نستنى عليها برضو شوية. اهي وصلت معانا للون اللي احنا عايزينه كده. احنا وصلنا للون اللي احنا عايزينه والمرحلة اللي احنا عايزينها. بدأنا ناخد قوام القوام بتاعنا زي قوام الزيت كده معانا. وبدأ اللون اهو بوريه لكم اهو اللون بقى ذهبي اهو. شوفوا اللون معانا، هو ده اللون اللي احنا عايزين نوصل. فهنبدأ بعد كده بقى نطفي النار عليها. ونبدأ نصفي بقى، نشيل القشيم ده كله وننزل كل كمية الدهون اللي فيه عشان ما يبقاش ايه، يبقى اتخلصنا من القشيم ده وما خدناش معاه اي نسبة دهون من الدهون بتاعتنا اهو. بنصفيه كويس جدا اهو. القشيم ده يا جماعة ما بيترميش. في ناس بتحط عليه ملح وفلفل وتاكله كده.
وفي ناس بتحطه على الاكل، على الوصفات، على الطبيخ، بتطبخ بيه، بتحطه على الطبيخ كبديل، كنوع من انواع بدايل اللحمه، بتدي طعم حلو، ما بتحتاجش له شوربه في قلب الاكل، ولا بتحتاج اللحمه، بيدي طعم مقارب لطعم اللحمه، لان هو اوريدي يعني طالع من الجمل، من اللحوم، فبيدي نكهه برضو كويسه لا باس بها. ففي ناس بتستخدمه. انا عن نفسي بصراحه مش بحطه في الطبيخ لان ولادي مش بيحبوه، بستغنى عنه. يعني انا بستغنى عنه. انا احيانا ممكن اكله كده، يعني ممكن احط عليه ملح وفلفل واكله كده احيانا، يعني مش دايما، حسب بقى ما تبقى النفس طالبه، مش دايما بصراحه. هنسيبها بقى تبرد تماما، مش هنحط عليها اي حاجه خالص وهي سخنه. اوعوا يا جماعه تحطوا عليها حاجه وهي سخنه. هنسيبها تبرد تماما تماما تماما. بعد ما بردت معانا هنبدا نرفعها تاني على النار، وقبل ما تسخن هننزل معانا بكوبايه لبن. كل كيلو دهنه ليه كوبايه لبن. هننزل معانا بكوبايه اللبن ونبدا نقلبها كويس جدا في قلب الدهنه بتاعتنا. اوعوا يا جماعه تحطوا الدهنه سخنه. اوعوا تحطوا الدهنه سخنه، عشان خاطر انا بحذركم، عشان خاطر الدهنه بتبقى واصله لدرجه حراره عاليه جدا، هيبدا يطرطش ويعمل مفرقعات ويفور ويبهدل الدنيا، ممكن لا قدر الله يحرقك او يأذيكي. فلازم يبرد معانا تماما. نبدأ ننزل بقى بكوباية اللبن، وهنا بقى بتكون مرحلة الدهنة معانا خلصت. احنا دلوقتي خلصنا من مرحلة الدهنة، بدأنا في مرحلة ان احنا نحول الدهنة معانا لسمنة بلدي. كده احنا دخلنا في المرحلة التانية بتاعتنا. بعد ما حطينا كوباية اللبن ودوبناها كويس قوي مع الدهنة، هننزل بكوباية في نفس الكوباية اللي عايرنا بيها اللبن، كوباية زيت. كوباية الزيت دي ممكن تحطيها وممكن تستغني عنها، هي معانا مش ضرورية في الوصفة، بس انا بحطها عشان بتخفلي قوام الدهنة شوية. يعني ما يبقاش قوام الدهن عندي متماسك جدا، بيبقى قوام ايه يعني شبه السمنة كده، بيخفلي قوام الدهن شوية. فهنا بقى هنسيبها على نار هادية جدا 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 زي الشمعة. هنزل بمعلقة ملح. معلقة الملح يا جماعة معانا مهمة، لان هي مادة حافظة معانا، بتحفظ لنا السمنة بتاعتنا. فهننزل بمعلقة الملح. شوفوا اول ما بدأت توصل لها درجة الحرارة، بدأت تطلع فوم معانا على الوش، تطلع رغاوي معانا على الوش اهي. الرغاوي دي احنا مش هنشيلها، الرغاوي دي هنسيبها، لان الرغاوي دي هي اللي بتعرفني ان كانت السمنه استوت ولا لا. واللبن اهو باين معانا لسه في قلب الدهن اهو في لبن. كل ما تغلي معانا وتخش في السوا، كل ما هتطلع لي فوم اكتر على الوش ورغاوي اكتر على الوش، لعند ما تدخل في السوا هتبدأ كل الفوم والرغاوي ده يختفي لوحده تاني معانا. فالفوم ده هو اللي بيعرفني ان كانت السمنه بتاعتنا استوت ولا لا. هنبدأ بقى نقلب فيه باستمرار كده، ايدينا فيه باستمرار عشان ما يتحرقش معانا، لان احنا معانا لبن ممكن يتحرق في قاع الحلة. فهنبدأ باستمرار نقلب اهو. بصوا الفوم بتاعنا اهو، وزي ما احنا شايفين لسه فيه لبن في قلب السمنة بتاعتنا. لا احنا عايزين يفضل على النار لعند ما اللبن ده يختفي تماما، ما يبقاش معانا لبن خالص. يبدأ اللبن يمتزج جدا مع السمنه، ما يبقاش باين منه اي حاجه مع الدهنه، عشان يحولها لنا، لان اللبن ده هو اللي بيحولها لنا لسمنه. اهو بصوا وصلنا بقى للمرحله دي. بصوا ما فيش اي فوم على الوش، ما شلتش انا اي فوم، هو الفوم اختفى لوحده. حتى لو في فوم على الوش هيبقى بسيط جدا. ولونه ذهبي مش لونه ابيض زي ما كان. بيبدأ اصلا هو الفوم لوحده بينزل في قاع الحله مع البواقي بتاعه اللبن، تبدأ تعمل لي المرته، اللي هي المرته بتاعه السمنه البلدي دي بقى. يعني عملنا سمنه وعملنا مرته كمان. ادي المرته زي ما احنا شايفين معانا في قاع الحله اهي، تكتلت كده، كل الزوايد اللي عندنا نزلت وتكتلت في قاع الحله وعملت لنا المرته. والسمنه معانا زي ما احنا ايه شايفين رايقه جدا اهي. في المرحله دي بقى بنبدا خلاص نطفي معانا النار. خلاص اول ما الاقي السمنه بتاعتي رايقه ما فيهاش اي لبن ولا اي حاجه اهي، طفينا عليها ونزلناها من على النار. اهو بوريكم قد ايه هي رايقه اهي، ما فيهاش لبن ولا فيها اي حاجه. خلاص اللبن وادي المرته بتاعتنا اللي ايه اللي متواجده عندنا في القاع اهي، اللي اتجمعت وبقت في القاع. يعني عملنا سمنه ومرته كده بقى. نبقى احنا كده ايه السمنه بتاعتنا يعتبر كده خلاص. هنبدأ بقى نصفيها ونشيل المرتة منها. هيشوفوا القوام بتاعنا صافية ازاي ورقة ازاي، واللون جميل تحفة ذهبي ازاي. اللون بتاعنا جميل جدا، وريحتها كانت حلوة جدا. يعني هي ريحتها برضو كانت حلوة، وطعمها برضو حلو. يعني هي يمكن هي طعمها وريحتها
فيها من السمنة البلدي، بس هي مش بنسبة 100%، عشان أكون صريحة معاكم. سمنة بلدي هي مش بنسبة 100%، هي فيها نسبة كبيرة قوي من طعم وريحة السمنة، بس مش بنسبة 100%. والمرتة بتاعتنا اهي برضو مش بنسبة 100%، مرتة زي مرتة السمنة البلدي. يعني هي فيها طعم من طعم المرتة، بس فيها برضو طعم من طعم الدهنة بصراحة، عشان أكون صريحة معاكم. يعني هي فيها طعم من طعم الدهنة برضو، ولكن هي برضو فيها طعم المرتة، برضو طعم المرتة بتاعت السمنة، لأن هو لبن تكتل معانا في القعر، في قعر الحلة أو قاع الحلة. وهنا عندنا السمنة برضو طعمها حلو جدا وريحتها حلوة جدا، بس مش بنسبة 100% سمنة بلدي، مش بنسبة 100% سمنة بلدي. هي وصفة اقتصادية معانا وموفرة معانا في وسط الغلاء اللي احنا فيه اليومين دول. ربنا يعين يا رب الناس كلها، ويعين الناس كلها على أحوالها يا رب. وادي دي تاني يوم بعد ما بردت خالص معانا اهي. اهي هنشوفها، نقطعها مع بعض ونشوف قوامها. شوف قوامها معانا عامل ازاي، مرملة وتحفة جدا، وريحتها فعلا كانت حلوة قوي. اهي تقدري تعملي بيها اي اكل معانا، اي وصفات اي اكل معانا شغالة جميلة 100%. وهنا بقى بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا ريت لو الفيديو بتاعنا عجبكم واستفدتوا منه تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا ريت تقولي في التعليقات ان كانت الوصفة حلوة وعجبتكم واستفدتوا منها ولا لا. وفي نهاية الفيديو استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.